السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل انت مع بقاء امام عاشور في النادي الاهلي ولا رحيل؟ بدأ الاسبوع الاول للدوري الممتاز الاسبوع ده، والحقيقة اتعادل نادي الزمالك في اول المباراة الافتتاحية مع الاتحاد السكندري، وكسب بيراميدز المحلة 3-0، وكسب النادي الاهلي بالعافية امبي الشرقية فرقتين 3-2 كالعادة في الدقيقة 90 بهدف محمد مجدي قفشه. دوري بادئ مشتعل تحديدا فيما يخص النادي الاهلي، لان الماتش امبارح كان صعب جدا جدا جدا. احنا بنصور الماتش كان بيتلعب امبارح، الماتش كان صعب جدا جدا، والاهلي مر فيه بمطبات صعبه كده زي ما بيقولوا. هنتكلم شويه عن الاخبار والاحداث اللي حاصله الاسبوع ده. امام عاشور اللي عامل مشكله كبيره، ولا هو اصلا مش عامل مشكله ومظلوم؟ فوز النادي الاهلي بالعافيه زي ما قلنا على امبي، فوز الزمالك او تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري 0-0. موقف اداره النادي الاهلي ده مهم جدا جدا من امام عاشور، هيعملوا ايه معاه الفتره الجايه. هنتكلم عن تقييم احسن اثنين لعيبه من وجهه نظري الحقيقه في المباراه امبارح، سواء مروان عطيه صاحب الهدف العالمي اللي جابه امبارح في شباك امبي الشرقيه، وتقييم اشرف بن شرقي اللي انا في رايي المتواضع شايفه واحد من احسن اللعيبه اللي ادت امبارح في مباراه النادي الاهلي مع امبي الشرقيه. تقييم حسين عموته بشكل عام في المباراه اللي لعبها مع امبي الشرقيه او حتى مع برشلونه. واخيرا هنعلق شويه او هنتكلم شويه على جمهور النادي الاهلي ودوره في الفتره الجايه. النادي الزمالك بيمر فتره من فترات صعبه جدا كالعاده في السنوات الاخيره. خلي بالك بس، انا عايز اقول لك معلومه على موضوع الفترات الصعبه ده، عشان الحقيقه مش ببقى متفائل خالص كاهلاوي، يعني مش ببقى متفائل خالص بفكره ان نادي الزمالك بيمر بظروف صعبه، لان ده يوسفني ان اقول كده في الاخر بيليد او بيؤدي يعني ان الزمالك بيحقق بطوله، وغالبا بتكون بطوله الدوري. معرفش بقى ده تفاؤل ولا تشاؤم ولا ايه، بس اللي انا عايز اقوله اصحى لا يغفلونا. كل سنه بيعملوا نفس اللقطه دي، كل سنه بيعملوا نفس لقطه ان احنا معناش فلوس ومفيش انتقالات وما جبناش لعيبه والقيد موقوف وما جبناش لعيبه في مراكز جديده، وفي الاخر بيقعد كده يتسرسب لحد ما بيوصل، وبعد كده بيبقى انجاز تاريخي. ده في رايه، يعني ده هو اللي بيقول كده مش انا، هو بيعتبره انجاز تاريخي، مش مشكلتنا. ف ان ده هنا لكل اهلاوي في المنظومه، سواء اداره او اعلام او لعيبه او حتى جمهور، ما تروحش قوي بدماغك ناحيه قصه اللي هم مقهورين ومظلومين، وقصه اللي هم ما عندهمش لعيبه وايقاف قيد وبادئين فتره الاعداد قبل الدوري باسبوعين. الكلام ده كله تغفيله، والله زي ما بقول لك تغفيله. بيفضلوا ينيموك كده لحد ما ايه، زي ما بقول لك كده، يتسرسب ويجي في الاخر يبقى خد بطوله، وسبحان الله تتحول البطوله بقدره قادر لانجاز تاريخي. فخلي بالك من اللقطه دي. بزيرة عامل مشكله كبيره جدا جدا الفتره دي، وبزيرة الحقيقه بمنتهى الامانه يعني معهوش الحق، هو الراجل ماضي عقد مع الزمالك، فمشكلته فين؟ عايز فلوس. اللي انا عارفه ان اداره الزمالك دفع له فلوسه يمكن كمان شهرين ان ادفانس مقدما، يعني ده اللي انا عارفه، مش مهتم قوي الحقيقه، بس ده اللي بسمعه يعني. بس هو عايز يحترف. طب يحترف ليه؟ جمهور الزمالك واداره الزمالك هي اللي عاملاه. بزيرة من الاخر يعني، عشان بس نسهل الموضوع عليكم، هو غلطان في الموضوع ده. فبزيرة معهوش حق، وبزيرة اداره الزمالك مستنيه اول ما الراجل يحط رجله او يتأيد في اهلي شباب الجزيره او اهلي شباب دبي، هيترفع عليه قضيه وهيتوقف. الله اعلم بقى اللي هيحصل، هيدوا له بقى مؤقته زي ما عملوا زمان مع عصام الحضري ولا لا، مش عارفين. المهم يعني اللي ازمه بزيرة عامله مشكله كبيره جدا في نادي الزمالك. وسبحان الله سبحان الله، والله يا جماعه انا بس عندي هنا تساؤل مهم للاعلام المصري ده. لو لعيب في النادي الاهلي كانت الدنيا قامت وما عادتش، والله كنا شفنا كل 5 دقايق حد طالع بيعلي صوته وبيصوت لنا وبيقول لنا فين اداره الاهلي وهتتصرفوا ازاي. وكلهم معروفين، 90% من الاعلاميين يا جماعه زملكاويه، 90%. يمكن نعمل فيديو مختص بالاسماء على كل الاعلاميين وانتماءاتهم ايه. 90% منهم زملكاويه، 90% منهم زملكاويه. ما علينا. المهم ازمه بزيرة مع نادي الزمالك مش عايز تتحل لحد يومنا هذا. النهارده بنصور يوم الاثنين والفيديو ان شاء الله هينزل يوم الخميس، فلحد يوم الاثنين الازمه مش محلوله ومش عارفين ايه اللي هيحصل فيها. تاني حاجه عايزين نتكلم عليها هنا هي موقف اداره النادي الاهلي من امام عاشور. موقف اداره النادي الاهلي من امام عاشور، وهنتكلم باستفاضه على امام عاشور كمان شويه. موقف الاداره 10/10 باشا، هو ده اللي عندي. انت دلوقتي عامل معاه عقد يعني لحد 2007، نهايه 2027 او 28 كمان، فانت هتكمل مش عايز تكمل اقعد تلعبش. الله اعلم الحقيقه فين على فكره. يعني حسين عموته مثلا طلع وقال على امام عاشور اللي هو لعيب مميز، ولا لعيب مميز طبعا، وقال اللي هو مصاب من ماتش الارجنتين لحد النهارده عنده شد. ماتش الارجنتين ده ان لم تخن الذاكره يعني
كان يوم 11 12 7 حاجه كده، 10 7 حاجه كده يعني. انت النهارده بتتكلم في شهر ونص. ايه الشد اللي بيقعد شهر ونص؟ مش عارفين. لكن موقف اداره النادي الاهلي موقف محترم. كابتن سيد عبد الحفيظ والسيد ياسين منصور لحد دلوقتي في الملف ده تحديدا 10 على 10، وجمهور النادي الاهلي كله وراكم، ومش عايز يلعب ما يلعبش، خليه. ده لو هو مش مصاب. لو هو مصاب والعلم عند الله ده موضوع تاني بقى، دي قصه تانيه خالص. هنتكلم على امام عاشور باستفاضه كمان شويه، لان في لوم كبير على لعيب النادي الاهلي امام عاشور في القصه دي، واللوم ملوش علاقه بالاصابه على فكره، هو ممكن يكون مصاب، بس انا مش هلومه عشان كده، انا هلومه عشان حاجات تانيه كتير. بيراميدز يكسب المحله، يا رب بيراميدز يكسب الزمالك، ما يكسبش الزمالك، بيراميدز بيخاف منه، بيبقى فيه شويه يعني حب وحنيه ما بينهم كده. ما علينا، بيراميدز بيكسب المحله 3-0 في مباراه هاديه جميله، ما فيهاش مشكله. المحله لعب تحديدا 20 دقيقه 25 دقيقه لحد ما بيراميدز بدا يقف على رجله ويحط 3 اجوان ورا بعض. الموضوع كان سهل، ما كانش فيه صعوبه خالص. سبحان الله، ملعب المحله ده بيبقى ملعب الاصعب والاسخف على الاطلاق بالنسبه للنادي الاهلي، بس على بقيه الفرق بيبقى ملعب كيوت وجميل، مش عارفين فيه ايه. بس الملحوظه الحلوه في الموضوع ان ارضيه استاد غزل المحله بقت ارضيه كويسه جدا، يا رب تكمل كده طول الموسم ويشوفوا لهم حل في موضوع الاضاءه ده. يا جماعه الموضوع ده صعب جدا جدا. الزمالك اتعادل مع الاتحاد في مباراه باهته، لعيبه وزنها زايد، ايوه لعيبه وزنها زايد، ما طبيعي جدا لما يكون عامل فتره اعداد قبل انطلاق الدوري باسبوعين يكون الوزن زايد، طبيعي جدا. هو مقضيها في الساحل، هو مقضيها مع اصحابه، اكل وشرب، محدش بيراقبه، محدش بيتابع تمرينه، طبيعي جدا ينزل بالمنظر ده وبالمظهر ده. الاتحاد السكندري اقدر اقول بسهوله جدا ان هو ضيع فوز سهل كان بين ايدين لعيبه الاتحاد السكندري، وبدا الزمالك الدوري بالتعادل. وخلي بالك مره ثانيه يا اهلاوي بقولها لك، مجلس اداره، جمهور، اعلام اهلاوي، لعيبه اهلاويه، ما نتجرش او ما تتجرش ورا فكره ان هم قلالات الحيله السنه دي. السنه اللي فاتت عملوا كده، وفي دوري 2021 عملوا كده، وفي دوري 21 22 عملوا كده، وفي الاخر اللي انت بتشوفه ده كله المسكنه دي، حاله المسكنه اللي هم عايشين فيها دلوقتي دي، والله بتتحول اللي هو انجاز تاريخي، وانا بطل، وانا بقى بصنع الانجازات، وانا بصنع المعجزات، وبنزل بطياره، والكلام اللي انت عانينا منه السنه اللي فاتت دي كلها. امبارح لما كنا بنتكلم على امام عاشور، اسف، كنا بنتكلم على اشرف بن شرقي ومروان عطيه، وهم احسن اثنين لعبوا في الاهلي امبارح قدام انبي الشرقيه. الحقيقه مروان عطيه جاب واحده من احسن الاجوان اللي جابها في حياته. انا اصلا ما شفتش مروان عطيه اصلا ما بيشوطش يعني. انا ابني الصغير عنده 9 سنين، ربنا يحمي ويحمي كل ولادنا ان شاء الله جميعا، قال لي انا اول مره اشوف امام عاشور بتاع ده مروان عطيه. امام عاشور عامل لي قلب في دماغي، عامل لي قلب والله العظيم، هتكلم عليه. اول مره اشوف مروان عطيه بيشوط اصلا، الله اكبر، حاجه عالميه لا تصد ولا ترد. مروان امبارح كان نجم الاهلي بلا منازع، ومش بس عشان الهدف، والهدف طبعا مروان يقيم على اساسه طبعا يعني طبعا، بس مش بس عشان الهدف يا جماعه. مروان عطيه لعب واحده من احسن مبارياته. احنا لسه مخلصين فتره اعداد، ولسه اللعيبه تقيله شويه في الملعب، او رجلها تقيله شويه في الملعب، بس الله اكبر يا ابني، ربنا يحميك، كمل على كده يا مروان، وما تفكرش في الاحتراف، وما تفكرش في الفلوس، وما تفكرش في الاعلانات. والله الحاجات دي هتيجي لوحدها، بس بالمستوى مش بالكلام مش بالتمرد. انا كنت عامل حلقه هتنزل ان شاء الله على الفيسبوك وعلى اليوتيوب يوم اعتقد الثلاث او الاربع، بتكلم فيها عن الراحلون عن النادي الاهلي، المغضوب عليهم يعني، اللي هم مشوا من النادي الاهلي من 1980 لحد النهارده. لو الناس اتفرجت على الحلقه دي هتعرف مصير الامثله المشابهه اللي مشيت بنفس الطريقه، اللي في ناس عايزه تمشي بنفسها دلوقتي. ما بين قوسين امام عاشور اللي ادم وطني مش سايبه في حاله، واداره النادي الاهلي في التعامل مع ادم وطني بامانه احنا اكتر ناس بنهاجم، او كنا بنهاجم اداره النادي الاهلي في مواقف كتير. لكن اداره النادي الاهلي في التعامل مع الوكيل المزعوم ادم وطني لامام عاشور، شابوه 10 على 10 100 كلنا في ظهركم. فيا مروان يا عطيه كمل كده. اشرف بن شرقي كان المفاجاه بالنسبه لي امبارح الحقيقه. اشرف بن شرقي لعب حوالي 85 دقيقه تحديدا، من اول الدقيقه مثلا 25 30 في الشوط الاول، بعد ما دخل فينا الجول الثاني تحديدا. اشرف بن شرقي عمل واحده من امتع المباريات، بيحاول بقدر الامكان انه يستلم ويروح مراوغات. يعني جايبين له شويه احصائيات كده، مثلا اشرف بن شرقي اولا حصل على ضربه جزاء، فهو ساهم في اسيست، ده شيء مهم جدا. لعب 3 عرضيات كلهم صح. التمريرات 69 تمريره بنسبه 76% منها صح. وقع في التسلل مره واحده بس، وده شيء مهم جدا. حصل على 3 اخطاء، 3 فاولات يعني. المراوغات ما كانش احسن حاجه امبارح، عرضيات عملها صح زي ما قلنا 3، واستعاد الكره 5 مرات. وفكره ان اشرف بن شرقي اللي هو اصلا بطبيعته لعيب، مش عايز اقول ضعيف بدنيا، بس هو مش بتاع التحامات، راجل فنان، راجل مهندس في الملعب، حريف، والحريفه
في الالتحامات زي ما كلنا عارفين قليلين، استعاد الكره 5 مرات. فاشرف بن شرقي امبارح او في ماتش امبي الشرقيه لعب واحده من احسن مبارياته هو ومروان عطيه. امام عاشور موضوع الحلقه الاساسي. بص يا امام، 1980 جمال عبد الحميد تمرد او اتصاب ومشي من النادي الاهلي بمشكله ومش عارفين مين الظالم ومين المظلوم لحد دلوقتي. حسام ابراهيم في سنه 2000، وان كنت انا بلوم مجلس اداره النادي الاهلي بعد 26 سنه على الموقف ضد حسام ابراهيم، بس هما مشوا من النادي الاهلي. عصام الحضري ولنا في القصه دي موعظه كبيره جدا 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 لما هرب فعليا من النادي الاهلي في 2008 فبراير 2008. عبد الله السعيد في مارس 2018 عمل نفس اللقطه لما خد ال 40 مليون في شوال يعني اللي هو الزكيبه يعني، وكان مقرر اللي هو يسيب النادي الاهلي ويروح الزمالك. بعد كده الاهلي بالليل عرضه للبيع، ورمضان صبحي ربنا يرجعه للملاعب بالسلامه، الحمد لله المشكله اللي عنده اتحلت، عقبال مشكله المنشطات يعني اللي هو بيقولوا واخدها، ويرجع للملاعب. اهم حاجه مستقبل لعيب يعني. كل الامثله دي امثله قدامك مشيت من النادي الاهلي. هل النادي الاهلي خسر حاجه؟ لا. لما حسام ابراهيم مشوا زمان قعدنا حوالي 4 سنين ما بناخدش دوري، بس النادي ما قفلش. خدنا دوري ابطال افريقيا على فكره، وخدنا كاس مصر، رحنا كاس عالم الانديه بالمناسبه في الفتره دي. ولما عصام الحضري مشي ما خسرناش حاجه على فكره. الاهلي واخد بطوله افريقيا 2008 من القطن الكاميروني بامير عبد الحميد عادي يعني. ولما عبد الله السعيد مشي، واحمد فتحي مشي، وشريف اكرامي مشي، وحسام عاشور مشي، 4 لعيبه كبار جدا من اعمده النادي الاهلي، عملنا ايه؟ نيمنا افريقيا من المغرب. صبح دوري، بالليل بطوله افريقيا، وهكذا. رمضان صبحي كذلك، موضوع مش فارق معانا بجنيه. امام عاشور مفيش شك للمره المليون هنقول اللي هو لعيب كبير جدا جدا، بس انا اسف والله، امشي. مش عايز تقعد في الاهلي امشي، بس هتمشي بمزاجنا، هتمشي بمزاج اداره النادي الاهلي. انا عايز مثلا محتاج في امام عاشور 10 مليون دولار او يورو، انا كيفي كده عايزهم، هتدوم لي امشي، مش هتدوم لي اقعد كمل عقدك وبعد كده امشي. على فكره انت الخسران مش حد تاني، لان اللعيب هو عباره عن ايه؟ عباره عن وجود في الملعب، بيعمل ارقام، القيمه السوقيه بتاعته بتعلى او بتنزل طبيعي. خليك يا باشا. كل ده لو انت مش مصاب. لو انت مصاب فانا اسف في اللي انا قلته ده كله، انما زي ما صحفيين كتير بيتكلموا انك مش مصاب وفعلا بقالك شهر ونص يعني عندك ايه ده؟ ايه الشد ده؟ ده ايه ده؟ ده شد اجزاء ده ولا شد عضلي؟ مش ممكن. شهر ونص شد حاجه صعبه جدا جدا يا جماعه. المهم لو هو عنده شد فربنا يرجعك بالسلامه، لانك لعيب كويس، لعيب كبير كمان. بس الاهلي مش هيقفل لو مشيت، واديت لك واتكلمت معاك في الامثله. طبعا اعتقادي الشخصي ان الفيديو ده ممكن ما يوصلكش، بس ارجوك لو وصل لك ركز واعرف ان النادي الاهلي رجعك مره ثانيه للملاعب. انت بعضمه لسانك كنت راجع على الزمالك وكنت عايز تلعب في الزمالك، بس الزمالك مش هيشتريك ب 3 مليون ونص يورو او دولار، هو لسه باعك من 4 شهور ب 3 مليون، مستحيل يعني، ده شيء مش منطقي ابدا. فبالتالي ما كانش ليك مكان في الزمالك. الاهلي جابك وانت زملكاوي، كلنا عارفين، كل الناس على وجه الارض عارفه انك زملكاوي، ما عنديش مشكله خالص على فكره، بس اعمل بلقمه عيشك واعمل بعقدك ان انت ماضيه سينس داي 1، من اول يوم انت جيت فيه النادي الاهلي. يا ريت يا امام تكون بس مركز في اللقطه دي، عشان اللقطه دي صدقني والله هتفرق معاك في مستقبلك الكروي جدا. اخيرا وليس اخيرا، امبارح او يوم مباراه امبي والشرقيه جمهور النادي الاهلي عمل ملحمه كبيره جدا. الملحمه فيها شويه مشاكل بسيطه بس عايز اتكلم عليها. يا جماعه انا بشجع الاهلي من التسعينات الحقيقه، المعلومه انا كنت زملكاوي زمان والله، بس الحمد لله ربنا تاب عليا الحمد لله. يعني الملحمه اللي عملها جمهور النادي الاهلي يوم ماتش امبي والشرقيه، ان العدد كان كويس قوي 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 في الثالثه شمال، حتى في الدرجه الثانيه عدد كبير. بس يا ريت يا ريت يا ريت حاجتين مهمين جدا، ما تكونش دي حلاوه البدايات وعشان احنا فعلا الاهلي وحشنا فاحنا رحنا الماتش وخلاص وما نروحش بقيه الماتشات اللي جايه. ده مهم جدا جدا جدا، وانتوا اجدع مننا كلنا يعني. الناس اللي بتروح الاستاد وبتساند وبتدعم هي اجدع من واحد زي ما بيروحش كتير، ده اكيد مليون في الميه. الحاجه الثانيه، ارجوكوا بلاش اسطوانه الغساله، انا مسميها اسطوانه الغساله. زمان كان في فيلم كده بيقول لك واحد ما بيعرفش ينام الا والغساله شغاله. انا شخصيا ما بعرفش انام الا مثلا وفي حاجه في الباك جراوند شغاله، ده حقيقي، دي طبيعتي يعني. بس جمهور الاهلي بقاله بتاع 8 سنين من ثالثه شمال بنهد جبال لا يا جماعه كفايه والله. ليها وقتها يعني. مثلا كانت حلوه قوي امبارح بعد جون قفشه في الدقيقه 90، جميله، بتدي حماس للعيبه اللي هم يسترجلوا ويكملوا الخمس ست دقايق الناقصه ويدافعوا باستماته اللي هم يخشش فينا التعادل، جميله. بس هي لما بتتحول لاسطوانه وبتتردد طول الماتش اللعيبه بتنام والله العظيم بقى خلاص. اصل ايه الدافع في الموضوع ده؟ للحقيقه يعني، عشان ما بقاش، انا بحب دايما اقول الحقيقه واطلع اهاجم وهنتقد لو انا شايف حاجه غلط. الحقيقه المتميز في اللقطه دي هو جمهور الزمالك بمنتهى الامانه، عندهم ابداع شويه عننا كجمهور النادي الاهلي في حاجه زي كده. فانا ما اعرفش اسبابها ايه، ما اعرفش، مش عايز اعرف على فكره. الموضوع له علاقه بقبه والموضوع له علاقه، انا ماليش دعوه بالاسباب خالص. انا اللي انا فاهمه ان جمهور النادي الاهلي شابوه على التواجد الكبير المحترم
في ماتش الاهلي امبي الشرقيه. بس ارجوكوا احنا محتاجين نشتغل شويه على الابداع، نطلع اغاني جديده، نطلع اناشيد جديده، هتفرق معانا وهتفرق مع اللعيبه جدا جدا جدا. مستنيك تبعت لي رايك ورايك في التعليقات والكومنتات لو سمحتوا على قصه رايك في امام عاشور، يكمل مع النادي الاهلي ولا يمشي من النادي الاهلي؟ اداره النادي الاهلي تتصرف صح ولا تتصرف غلط؟ خلي بالك كل ده باعتبار ان امام عاشور مش مصاب. لكن لو امام عاشور مصاب، هل انت شايف ان هو ظالم او مظلوم لو هو مش مصاب؟ لو مصاب ده موضوع تاني. بس قبل ما اقفل، في لقطه مهمه جدا جدا. حتى لو امام عاشور مصاب، انت مش عايز تجدد ليه مع الاهلي؟ وكويس ان انا افتكرت الحته دي قبل ما اقفل. مش عايز تجدد ليه مع الاهلي؟ مستني ايه؟ مش عارف. هل انت الراجل اللي بيلعب في دماغك مش هتسيبه، مش هتخرجه من دماغك؟ الله اعلم. انت مصاب او مش مصاب، انت بالنسبه لي في لقطه عندك حاصله، انك لو مصاب انت مش عايز تجدد لحد دلوقتي، ولو مش مصاب انت مش عايز تلعب. امام عاشور رحيله ام بقائه في النادي الاهلي؟ سيب التعليقات. ارجوكم كلكم تكتبوا تعليقاتكم ورايكم ايه في تواجد او عدم تواجد امام عاشور في النادي الاهلي. سلام عليكم.